السلام عليكم خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأفضل حال. تحياتي للجميع بدون استثناء ومرحبا بكم في قناتكم قصص البقالية. اليوم معنا قصة صادمة وغريبة بزاف، قصة ديال بنت صغيرة في العمر ولكن قلبها كان عامر بالحقد والطمع. بنت قدرت تخدع الناس كاملين بالدموع ديالها وكلامها المؤثر رغم أنها هي اللي كان السبب في الجريمة. هاد القصة خوتي غادي نكتشفوها خطوة بخطوة، من البداية ديال سارة، من علاقتها بوالديها، من الليلة ديال الجريمة وحتى النهار اللي الحقيقة خرجت فيه من العالم. خليكم معايا حيت اللي غادي تسمعوا عيبان كيف شي فيلم من هوليود، ولكن للأسف هذه حقيقة وقعت في ولاية فلوريدا فبراير 2025. خوتي العزاز، اذا كان المحتوى اللي كنقدمه كينال رضاكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بارطاجيو مع الخوت والحباب، وما بقى عليا دابا خوتي غير نقول لكم يلا نسمع القصه. سارة باتريك بنت أمريكية عندها 17 عام، عايشة في مقاطعة ليك بولك فلوريدا. الناس كيعرفوها على أنها بنت عادية، كتمشي للمدرسة، كتلعب مع صحابها، وعندها حساب على التيك توك كتنشر فيه مقاطع غنائية وتصاور. الأم ديالها سميتها كريستين بروك، كان في عمرها 45 عام، كانت سيدة محترمة خدامة. وراجلها سميتو جيمس بروك 46 عام، راجل كيخدم في المقاولات. الناس كانوا كيشوفوا العائلة ديالهم عائلة سعيدة مستقرة، ولكن الحقيقة كانت مختلفة بزاف. سارة خوتي كانت داخلة في مراهقة صعيبة، بزاف ديال المرات صدمت مع الأم ديالها، كان كيوقع بيناتهم غوات وصداع، وكانت كتقول لصحابها أنها كتحس بالظلم وبالحصار في الدار. ولكن الأمر موقفش غير هنا. صحابة في الشهادة قالوا للشرطة يعني من بعد أن سارة كانت بعض المرات كتقول كلام خطير، كيف حال يا ريت ماما وبابا يمشيو باش نتهنى منهم، يا ريت ما يبقاوش يعني كاينين في الوجود معايا، وكلام كيف حال هيدا. واحد النهار في الشاط مع الصديقة ديالها على الواتساب قالت ليها بالحرف كنت باغا نقتلهم ونخلي الدنيا كاملة تبكي معايا. الناس ما خداوش كلامها بجدية، خصوصا يعني صحابة كذلك ما خداوش هاد الهضره هادي بجدية، ما توقعوهاش انها تفكر فعلا طبق هاد الكلام. حتى جا النهار اللي تحولت فيه الهضره الحقيقة مرعبة. نهار 10 فبراير 2025 البوليس تلقى مكالمة من سارة، الصوت ديالها كان كيرجف وكتقول اجيو دغيا، لقيت ماما وراجلها ميتين في الدار. رجال الامن جراو ومشاو للدار اخوتي، وفعلا لقاو جوج ديال الجثث. الجثه الاوليه ديال الام كريستين اللي كانت مطعونه بالسكين، والجثه الثانيه كانت ديال جيمس مضروب ضربه قاتله في الراس. وساره اخوتي كانت جالسه في واحد الكوان كتبكي وكتضرب في راسها وكتقول علاش داروا ليهم هاد الشيء. المشهد كان كيخلي اي واحد يتعاطف معاها، ولكن البوليس بداو كيشكوا خوتي، حيت بعد الجريمة سارة ما حبستش غير عند المكالمة، بالعكس وإنما طلعت مباشرة على التيك توك كتصور راسها وهي كتبكي وكتغني أغاني حزينة على فقدان الوالدين. الفيديوهات ديالها دارت ضجة، والناس بداو كيعزيوها وكيكتبوا لها تعاليق مؤثرة كيف حال ديال كوني قوية يا ملاك، الله يصبرك، وكلام كتير كيف حال هيدا. في الجنازة خوتي وقفت قدام الكل وقرات خطاب مؤثر بزاف وقالت فيه فقدت أعظم أب وأحن أم، ما غاديش نقدر نعيش بلا بيكم. والعالم كامل كان مقتنع أنها بنت ضحية، ولكن الحقيقة كانت مجرمة بارعة كتأدي الدور ديال حياتها، كتمثل
تمثيل واقعي. المحققين ما اقتنعوش بالدموع وبداو كيقلبوا في الأدلة، وكانت هي المشتبه الرئيسي. لقاو البصمات ديال سارة على السكين ديال الجريمة، والملابس ديالها كانت فيها آثار ديال الدم، والأخطر أنها كانت عاملة سجلات في التليفون ديالها كتبين أنها قبل الجريمة بساعات كانت كتكلم مع صاحبتها على خطة غامضة. وكاين اللي شهد وقال باللي سارة كانت دائما كتهضر على أنها باغا تورث وتاخد الفلوس ديال والديها، كيف حال الدار والسيارة. الدافع بان وكان واضح اللي هو الطمع في الفلوس. دابا خوتي وصلنا للحظة ديال الحقيقة. بعد شهور من التحقيق في مارس 2025 البوليس دار إعلان رسمي وقال فيه سارة باتريك، البنت اللي بكات قدام العالم كامل، هي اللي نفذت جريمة القتل. الخبر كان صادم، الناس ما صدقوش شنو سمعوا. آلاف ديال المتابعين اللي كانوا كيتعاطفوا معاها تقلبوا ضدها. الإعلام سماها الطفلة الممثلة أو البنت القاتلة، والقضية دارت جدل كبير في المجتمع الأمريكي. واش فعلا كان عندها مرض نفسي ولا غير طمع وجمود في القلب؟ ايوا يا خوتي، القصة ديال سارة باتريك ماشي غير جريمة عادية، هي ناقوس خطر كيورينا ان المظاهر خداعة. اللي كتشوفو كيبكي قدام الكاميرا ماشي ضروري يكون ضحية، بعض المرات يقدر يكون هو الجاني الحقيقي. وكتخلي هاد القضية هادي واحد السؤال كبير، هي كيفاش بنت صغيرة عندها 17 عام قلبها كيتحول لهاد الدرجة ديال القسوة؟ واش هاد الإنسانة كانت مختلة، مريضة نفسية؟ يعني عقلك ما كيبغيش يستوعب أن بنت صغيرة قدرت تنفذ هاد الجريمة. أصدقائي، هذه كانت القصة ديال سارة باتريك، البنت اللي خدعت العالم كامل بالدموع ديالها، وهي في الحقيقة كانت القاتلة. شنو رأيكم في القصة؟ واش كتظنوا الدافع كان غير الفلوس ولا كاين أسباب أخرى؟ كتبوا لي آراء ديالكم في التعليقات، حطوا لايك باش يوصل الفيديو للناس أكثر. خوتي العزاز، خليونا نوصلوا هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس باش العبرة توصل للجميع. كانت معكم قصص البقالية، ونلقاكم في القصة الجاية. دابا ما بقى لي خوتي غير نقول لكم مع السلامة، إلى قصة أخرى إن شاء الله.